السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روتين جديد وفيديو جديد ويوم جديد. ربنا يجعل أيامكم كلها سعادة بإذن الله. ندخل بقى على الفيديو كده، نرفعه بلايك وننزل على كلمة اشتراك اللي باللون الأحمر، نضغط عليها ونختار ونفعل زر الجرس ونختار كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. روتيننا النهاردة كله رغاوي رغاوي ونظافة إن شاء الله. هنعمل تنظيف كده للمطبخ عميق، وهعمل لكم ريفيو عن البوتاجاز بتاعي لان في حد سألني هو بوتاجازك نوعه ايه وليه مهتمة بيه وليه كل شوية البوتاجاز واللهلوبة بجيبها ليه البوتاجاز. فانا قررت النهارده هتكلم عن البوتاجاز بتاعي ان شاء الله، بس بعد ما اعمل تنظيف كده للمطبخ. هو اليوم كان فيه اكل بس ان شاء الله هينزل في فيديو تاني باذن الله بعد ما ارجع بقى من السفر، اروح ابص على والدتي وعلى اهلي. بقالي كتير ما رحتلهمش. اسالكم بقى الدعاء بالشفاء العاجل لامي والجميع مرضى المسلمين اللهم امين. اشطب المطبخ كده الاول كله علشان ابقى رايقه وانا بروق البوتاجاز نفسه او بعمل عنه الريفيو. هعرفكم ايه ماركته. والله العظيم انا عامه لما باجي اشتري اي حاجه ببحث مره واتنين وتلاته، بسال اي نعم وبسال ناس مجربه حاجات كتير، بس مش بحب اجيب الحاجه غير لما اسال كتير جدا. يعني مش وسوسه مني، لكن انا بحب اسال على الحاجه كتير جدا قبل ما اشتريها، واتفرج كمان على فيديوهات ليها، واقعد اقرر كده مع نفسي ايه هي مميزاتها وايه عيوبها. عشان الادوات الكهربائيه دي بالذات ان ما كانتش تيجي بتأني كده وبحكمه مش هتتغير هي كل شوية. يعني هي مش طقم صيني هيتكسر يجي غيره، ولا طقم كوبايات، ولا دي حاجات بآلافات. وخصوصا بعد الغلاء اللي احنا فيه ده، يعني ربنا يكون في عون كل رب أسرة أو كل أب بيجهز بنته. ربنا يكون في عونه. الحاجات رفعت جدا، الأدوات الكهربائية غليت جدا جدا، فالله المستعان. كل واحد بيجي برزقه بإذن الله. ربنا يوسع علينا وعليكم، يقدر لنا ويقدر لكم الخير إن شاء الله. انا بحب اهتم بالبوتاجاز بتاعي جدا. يعني الحاجه عامه كل ما تحافظي عليها وتهتمي بيها نظافه كل ما بيبقى عمرها اطول، يعني عمرها بيطول. اللي ما يعني لو ربنا كاتب ان الحاجه دي هتبوظ او يجرى لها حاجه بتحصل، بس يعني احنا لازم نحافظ على الحاجه بقدر المستطاع، لان الحاجه دلوقتي بتيجي بمبالغ كبيره، ومش سهل ان احنا حاجه تروح وحاجه يجي غيرها، مش حاجه سهله يعني. وفي نفس الوقت عشان ربنا ما يحاسبناش، فربنا يوسع علينا وعليكم كده. انا هخلص بس عليه الاكل الاول. انا كده حطيته، ما عملتش فيه اي حاجه غير اني قفلته كده عادي، وقلت اخلص المطبخ بتاعي واخلص الحوض بتاعي واخلص بقى اشطف كميه الرغاوي دي. وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل لكم ريفيو عن البوتاجاز بتاعي. وزي ما قلت لكم فيديو الاكل هينزل في فيديو تاني، الاكل اللي انا عملته هينزل في فيديو تاني باذن الله. بصوا بقى، انا كده كنت وضبته كله خلاص وخلصت الاكل عليه وصبنته تاني. انا بصبنه قبل ما اعمل الاكل وبعد ما اعمل الاكل، عشان انا بحب لما اجي اعمل الاكل عليه يبقى هو رايق. البوتاجاز بتاعي ماركته كريازي، بس كريازي القديم. اكيد ناس كتيرة برضو مجرباه، وناس كتيرة انا شفته عندها. بصراحة هو ممتاز وفوق الممتاز اللهم بارك. هو عندي دلوقتي بقاله 11 سنة، يعني السنة دي على لحد ما تنتهي كده. العيد الكبير الجاي ان شاء الله يبقى 11 سنة. يبقى احنا كده خلصنا ال10 سنوات وماشيين في 11 سنة عمر البوتاجاز بتاعي. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كأنه لسه جاي امبارح. عنديش حاجة هلكت فيه قوي غير الزرار بتاع الجرس. وقلت بإذن الله أنا هجيب الشركة عشان تظبطهولي، وهصور معاكم برضو وهم بيعملوه بإذن الله. الشركة إن شاء الله هتيجي تعملهولي. كمان الرجل من تحت في مشكلة فيها أو في شرخ فيها في حاجة، ده بسبب سوء استعمال مني أنا. هو كريازي القديم. الباب بتاعه كده كأنه مموج في كل الفتحات الأمامية اللي انتوا شايفينها دي. العيون بتاعته عيون ممتازة. أهم حاجة عندي بقى في البوتاجاز اللي أنا كنت بدور عليها إن الحوامل بتاعة البوتاجاز دي إنامل من الإنامل، يعني غير قابلة للكسر نهائي وسهلة جدا جدا في التنظيف. ما أنا لازم أجيب حاجة ماركة وحاجة يكون حجمها كويس، وفي نفس الوقت ما تضايقنيش أنا في تنظيف، وما تضايقنيش أنا إن هي ممكن تقع مني. الأواني الزهر دي لما بتقع بتتكسر، يعني في ناس كتير قالوا لي كده. وكمان فيه من قدام كده كأنها شاشة ماشي معرفني مين العين الأمامية ومين العين الخلفية، يعني كاتب لي أمام وخلف، شواية وفرن، أمام وخلف وسط
كده محدد لي العيون ايه هي ومقفول عليها. وصراحة شكله شيك جدا جدا، شكله رائع بصراحة. انا عاجبني من قبل ما اجيبه، وقعدت ابحث عنه مرة واتنين وتلاتة. شركة كريازي شركة محترمة صيانتها صيانة محترمة. بس كان عندي مقارنة بين كريازي القديم وبين كريازي الجديد. انا فضلت القديم، لان زي ما بقول لكم ان الاواني بتاعته كلها معمولة من الانامل، والصاج بتاعه جوه برضو كله معمول من الانامل. فدي خامة حلوة قوي في التنظيف، على قد ما بتلم دهون على قد ما في ثواني بتنضف. وزي ما قلت لكم كل ما ايدي تبقى في البوتاجاز كل ما هيفضل عمره طويل واحسن وهيبقى ممتاز. باب البوتاجاز نفسه فيه مراية بعرض وطول. باب البوتاجاز دي موجودة فيه. فيه جرس، فيه تايمر، فيه كل حاجة. العيب الوحيد اللي انا لاحظته فيه، لان كل حاجة لازم يبقى فيها مميزات وفيها عيوب، ان هو الشواية والفرن بمفتاح واحد. بس انا مش مضايقني في حاجة، انا ما بستخدمش الاتنين في حاجة، يعني مش بشغل الفرن وشواية مع بعض. فبالنسبة لي مش هو العيب اللي هيخليني ايه خلاص متوقفة عنده، او اللي هو العيب اللي هيخليني متعطلة على حاجة. لا، هو الفرن بس والشواية بمفتاح واحد. الباب زي ما قلت لكم بتاع البوتاجاز فيه مراية كده، ومن جوه فيه مكان للشواية. هو حجمه 60 في 90، مقاسه 60 في 90، 5 شعلة. ممتاز بصراحة. كنت جايباه ايام الرخص، كان عامل تقريبا 2500 من مكانه. يعني دلوقتي هلاقيه معدي ال4-5 تلاف جنيه. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك في القناة يا جماعة. واللي عنده بقى ماركة تانية احسن وعنده حاجات تانية افضل يقول لي، واللي جربه وعنده زيه برضو يقول لي. الله المستعان. ربنا يوسع علينا وعليكم وتجيبوا كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله. اتمنى بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وتسيبوا لي كومنت ودعوة حلوة كده، ولكم بالمثل بإذن الله. وكلنا نقول يا جماعة يعني ندعي لإخواننا الليبيين ان ربنا يأجرهم في مصيبتهم، والبقاء لله طبعا في إخواتنا المصريين اللي رجعوا من ليبيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل، كلها ابتلاءات من ربنا والحمد لله. كلنا إلى الله راجعون. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى يا جماعة بلايك وشير عشان الفيديو عندي يترفع، وابدأ ان انا اقدر افعل القناة مرة تانية وترجع زي ما كانت مرة تانية. ان شاء الله تكبر بيكم وتكبر معاكم بإذن الله. بس إذا ربنا أراد لها كده. أتمنى يكون البوتاجاز عجبكم. اللي عنده البوتاجاز وجربه أو جرب عامة منتجات كريازي القديمة كلها يقول لي عنده إيه، ويقول لي هل تجربته مع البوتاجاز يعني بيشكر فيه أو هو عاجبه زي ما أنا كمان عاجبني كده. ما تنسونيش بقى باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.